دلوقتي فكرتين مطروحين في النادي الاهلي. الفكره الاولى ان احنا نكمل بعماد النحاس اللي عامل سلسله انتصارات عظيمه، اللي المدرب اللي ما عملش يعني ولا غلطه. هو طبعا في كوارث في الدفاع، بس الكوارث اللي في الدفاع دي من المدافعين ذات نفسهم، وطبعا من عماد النحاس. بس الفكره الاولى ان عماد النحاس يكمل زي ما هو في الانتصارات، وان هو فهم الفريق والفريق فهم واندمجوا مع بعض، فمش محتاجين يعني مطوشه، واول ما مسك الفريق اندمج وكمل. الفكره الثانيه بقى ان انت تجيب ريفيرو، ان كل لاعب مع ريفيرو هيبقى محتاج يثبت نفسه، كل لاعب هيبقى محتاج يثبت نفسه، وكل لاعب هيلعب بروح جامده جدا عشان يثبت الدوري. طبعا هم هيلعبوا بروح برضه مع عماد النحاس، بس ريفيرو هيكون عنده 8 ايام او 7 ايام قدر ان هو يفهم اللعيبه ويوصل اللعيبه فكره، وفي نفس الوقت هيكون اندمجوا بقى، وكاس العالم هيوصل كاس العالم جاهزين. بس الفكره دي طبعا هتبقى مغامره كبيره من الاهلي، لانك ممكن هو ده ماتش اسمه نهائي الدوري. الماتش بتاع فاركو ده يكون الماتش ده اسمه نهائي الدوري، يعني مش الدوري مثلا بيتلعب 30 ماتش تقريبا الموسم الاستثنائي ده او 28، لا، هيبقى اعتبر الدوري ده كله ال 27 ماتش اللي لعبتهم هيبقوا في ماتش واحد، وماتش فاركو ده هو نهائي الدوري، لازم تفوزوا وتريح دماغك. مش هنفكر في التعادل بقى ان بيراميدز تخسر او بيراميدز تتعادل، لا، احنا لازم نفوز الماتش ده. فالماتش ده الكفه الارجح ان احنا نكمل بعماد النحاس، الراجل اللي لعب 4 مطوشه او 5 مطوشه وكسبهم بسكور، ما كسبهمش بسهوله. وفي نفس الوقت انت لو فكرت وقلت ده كسبهم ودخل فيها اهداف، فالفرق اللي انت لعبتها غلبت بيراميدز، فاركو غلب بيراميدز، فاركو اللي انت هتلعبه ده غلب بيراميدز، البنك الاهلي غلب بيراميدز وكان طاحنهم، بيراميدز ذات نفسها فرقه ما كانتش سهله. بس انا وبتروجيت وحرس الحدود، الفرق دي والله ما، وسيراميكا، الفرق دي مش سهله خالص. فاللي انا عايز اقوله ان احنا الكفه الارجح والاحسن ان احنا نكمل بعماد النحاس، واما المدرب ريفيرو يمسك بعد ماتش فاركو هيقدر بقى يندمج مع اللعيبه. معاه وقت الكاس العالم هيبقى فاضل له 15 يوم ان هو الكاس العالم يقدر يندمج، يعني مش هو مش محتاج يعني يوصل، هو مش جوارديولا يعني، وعنده افكار جباره. هو هيحتاج معاك 15 يوم، هيكون رجالك تريزيجيه، هيكون رجالك زيزو، هيكون جالك لعيبه ان انت تقدر تكمل بيهم ان شاء الله نوصل لمرحله حلوه في كاس العالم. بس هي دي الفكرتين اللي كانوا مطروحين من الاداره. بس ما حبيتش اطول عليكم، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنساش الاشتراك في القناه وقدروا التعب. السلام عليكم.